برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني حاجه بيقعد يهجص على الدنيا كلها ويقعد يهبط ويقول اي كلام في اي كلام، ويقول كلام في الهجايص ويقول اي كلام كده وخلاص، وبيهجص على الدنيا كلها ويقول كلام كله اونطه وبيضحك على الدقون ويقول اي كلام كده وخلاص. طبعا هو طبعا هو يعني بيعمل تعصب وفتنة في الرياضة المصرية من الدرجة الأولى. ده ما ينفعش يطلع في الإعلام أو المشاهدين، إنه دايما كل يوم بيعمل تعصب وفتنة وبيفتري على اللاعبين، على اللاعبين بيفتري عليهم افتراءات بطريقه بشعه للغايه. طبعا هو منافق ومدلس وكذاب، وهو بيكره وبيغل وبيحقد، والشر مالي قلبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل له جنان وعمل له عقده وعمل له رعب وعمل له مشكله في دماغه. الاهلي عمل الهجاص ده عبد العال عمل له عقده من سنين، لانه هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في جوكر بجد والله العظيم حاجه في منتهى الكوميديا، وحاجه مش موجوده على ارض الواقع، يعني حاجه في منتهى الكوميديا. تعال شوف ده معايا كده. تنفخوا في امام عاشور. ده عمل ده الشوط الاولاني ما فيش باص صح الا يعني مش عارف اقول لك ايه. هجاص، انت هجاص، انت اللي انطبق عليك كلمة هجاص يعني بيفهم. يعني كلمة هجاص لاقي عليك يا هجاص. لما انت تيجي تقول في مباراة الاهلي وسامي كليوباترا يا هجاص يا هجاص، تقول ان اللي هي في السوبر المصري تقول هو ما عملش حاجة، وتقول قاعدين تنفخوا فيه. احنا ما بننفخش لحد، احنا ما بننفخش في حد. امام عاشور لاعب مميز ولاعب كويس جدا. تقول اللي هو ما عملش بص، ما عملش باص صح في مباراة سيراميكا كليوباترا، لا ده انت كذاب خالص. امام عاشور اكتر واحد في المباراة دي عمل اسيستات وعمل كام كورة حلوين جدا جدا. تقول لي ما بيبصش صح، ما عملش باص صح؟ لا ده انت اتفرجت على ماتش تاني بقى يا هجاص. انت اتفرجت على ماتش تاني يا هجاص، لانك انت مجننك امام عاشور. عارف هو مجننك، امام عاشور مجننك قوي وعامل لك عقدة جامدة جدا ومجننك جامد قوي. هو بيفترقات على اللعيبه جدا، ومن ضمنهم عاشور بيفتري عليه بطريقه غير طبيعيه، وبيفترق بطريقه بشعه، وبيتكلم عن الاهلي بطريقه بشعه للغايه. لكن انت ما تيجي تقول كذا، لا انت اكيد اتفرجت على ماتش تاني هجاص. وده طبعك، يعني انت ما تشوف حد من لعيب يكون كويس تتكلم عليه بطريقه بشعه يعني. لكن لو في الكلام ده اللي هم بيقولوا مفيش الكلام ده، امام عاشور تألق في المباراه دي، عمل اسيستات وعمل اداء ولا اروع. هو بيقول لك عملش بالصح، هو اكيد بيتفرج على مباراه تانية اكيد يعني. وهو عارفين، هو اصلا ما بيفهمش كوره اصلا من الاساس. يعني هو لاعب كوره بس هو ما بيفهمش كوره اصلا، ولا يفهم في التحليل الفني. فطبعا اصلا هجاص سيد عبد العال كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.